الجيش الملكي بيضرب بيد من حديد. مش هنسكت عن اللي بيحصل في الإذاعات ده. نادي الجيش الملكي نزل بيان رسمي بيفرقع فيه من الغضب بعد ما طلع شخص في برنامج إذاعي وهاجم لعيبة الفريق بكلام يعتبره النادي قلة أدب وتجاوز في حق تاريخ النادي الكبير. خلاصة الخناقة في نقط: استغراب وذهول. النادي بيقول إزاي إذاعة محترمة تسمع لحد يطلع يقول كلام فتنة ومسيء بالشكل ده؟ دي مش كورة، ده هبد وتطاول. مش أول مرة الجيش الملكي بينكش في القديم وبيقول إن نفس الشخص ده قبل كده غلط في جمهور الزعيم وقت أزمة عقوبات الكاف، والظاهر إنه واخد على كده. علامات استفهام. النادي بيسأل: مين اللي بيدي المايك للناس دي؟ وإزاي منبر إعلامي يسيب حد يوقع بين الناس ويشتم في نادي عريق هو أصلا قاطرة الكرة المغربية؟ كرامتنا خط أحمر. البيان ختم بقوة وقال: إحنا نادي قيم واحترام ومش هنسمح لأي حد مهما كان إن يمس كرامة النادي أو تاريخه أو جماهيره. والسكوت خلاص انتهى. بس يا سيدي.